حبايبنا طلاب اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح درس سهل من الدروس السهله جدا، درس من الدروس اللي بيجي عليه سؤال ولا سؤالين في الامتحان. خلي بالك معايا، النهارده هنشرح درس اسمه طول العمود. درس دوت في الوحده الثانيه هندسه او في الباب الثاني هندسه. درس كله عباره عن قانون واحد، يلا بينا نفهمه مع بعض ونعرف بيتكلم عن ايه. بيقول لك يا حبيب قلبي، لو انت عندك خط مستقيم بالمنظر ده وعندك خط مستقيم بالمنظر ده وعندك نقطة هنا اسمها ألف، حبيت تجيب المسافة بين الخط ده وبين النقطة دي. عاوز أجيب المسافة دي بس بشرط المسافة دي تكون قطعة مستقيمة عمودية، يعني يكون خط مستقيم عمودي، يعني عشان كده سموا الدرس طول العمود. طيب، قال لك عشان تجيب المسافة دي لازم يبقى معاك حاجتين. لازم يبقى معاك النقطة اللي أنت عايز تجيبها عبارة عن كام وكام، ولازم يبقى معاك الخط ده معادلته. خد بالك بقى من كلمة معادلته. ليه؟ لو أنا معايا النقطة دي مثلا 3 و5 أهو، ومعايا الخط ده معادلته اسمها كده 4 س زائد 3 ص زائد 2. خد بالك، نسيت أقول لك ما ينفعش تسمع الدرس ده أو تحل على الدرس ده وأنت ما تعرفش الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم. ليه يا سنة أولى؟ لأن الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم هتساعدنا كتير جدا في حل درس النهارده. بمعنى انت لما يجي لك دلوقتي معادله زي دي هتعرف تتعامل معاها، انما لو جالك معادله كمان شويه هنشوف شويه افكار مختلفه. دي كده اسمها الصوره العامه، ودي الصوره اللي احنا بنشتغل بيها في الدرس ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا حبيب قلبي حضرتك عشان تجيب البعد لازم يبقى معاك النقطه والمعادله في الصوره العامه. طيب تعالى نحل كده. بص، لو انا معايا النقطه ومعايا المعادله في الصوره العامه، طول العمود ده بنسميه لام. ده القانون بتاعه، فوق أ س واحد زائد ب ص واحد زائد ج جوه قيمه مطلقه، وتحت جذر أ تربيع زائد ب تربيع. ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه طول الحصه كلها. طب تيجي نشوف امثله؟ تعالى نشوف امثله. بص يا عم، أول سؤال بيقول لي إيه؟ أوجد طول العمود المرسوم من النقطة 1 و3 إلى الخط المستقيم الذي معادلته 4 س زائد 3 ص ناقص 5 بتساوي 0. بص يا حبيب قلبي، هو ده بالظبط اللي أنا محتاجه عشان أجيب طول العمود. محتاج نقطة ومحتاج معادلة تكون في الصورة العامة. آدي النقطة بتاعتك 1 و3، وآدي الخط المستقيم بتاعك معادلته في الصورة العامة 4 س زائد 3 ص ناقص 5 تساوي 0. طيب بنعمل القانون ازاي؟ بص، القانون كان اسمه كده، لام بتساوي قيمة مطلقة أ س واحد ب ص واحد زائد ج وتحت جذر أ تربيع زائد ب تربيع. تعالى بقى أعلمك ازاي تعوض وتطلع الناتج. بص يا عم، مين أ ومين ب؟ دي معامل س ومعامل ص في المعادلة اللي هم هنا 4 و3، فهتعمل تحت جذر 4 تربيع زائد 3 تربيع. ده كده رقم واحد. طب تعالى فوق بقى، فوق ده قيمة مطلقة أهي. هكتب المعادلة، اسمها إيه المعادلة؟ 4 س زائد 3 ص ناقص 5. طب وبعدين بص بقى الحركه دي، لغايه دلوقتي احنا ما استخدمناش النقطه في حاجه اللي هي 1 و3. كل اللي هنعمله هنشيل السين دي ونشيل الصاد دي. بص انا بعمل ايه بقى، وبحط السين والصاد اللي هم موجودين في النقطه. يعني دي هتبقى 4 في 1 زائد 3 في 3. بس يا باشا كده خلصت. طيب احسب اللي تحت بالآلة، الآلة تقول لك 5. احسب اللي فوق، 4 في 1 ادي 4 و9 13. 13 ناقص 5 يبقى 8، يبقى الإجابة 8 على 5. خلصت يا عم. الفكرة بقى تقول له وحدة طول. صعب عليك؟ فيها مشكلة؟ يلا بينا ناخد كمان واحدة. تعالى بقى نغير شوية. بص بقى يبدأ يلعب معاك ازاي؟ يقول لك أنا عايز البعد بين النقطة 5 و3. بس بص بقى يا باشا، المعادلة اللي أنا أعطيها لك اسمها ر بتساوي سالب 2 و1 زائد ك و4 ناقص 3. يبدأ بقى الشغل الجد من هنا. احنا اتفقنا مع بعض من شوية يا شباب، عشان استخدم القانون ده لازم يبقى معايا حاجتين، نقطة ومعادلة في الصورة العامة. نقطة ومعادلة في الصورة العامة.
هل انا دلوقتي معايا النقطه؟ معايا النقطه. هل انا معايا دلوقتي المعادله في الصوره العامه؟ لا. امال دي اسمها ايه دي بقى؟ عشان كده قلت لك ما ينفعش تشتغل الدرس ده غير لما تشوف الدرس اللي فات. المعادله دي اسمها صوره متجهه. اول ما يقول لك ره متجه كده ويديك نقطه وكاف، اعرف ان دي صوره متجهه. الصوره المتجهه كانت بتتكون من حاجتين، نقطه ومتجه اتجاه، ده كده اسمه يه. طب وبعدين يا مستر انا اتفقت معاك عشان تحل بالقانون اللي انا اعطيه لك النهارده لازم يكون معاك نقطه وصوره عامه. طب تعالى بقى اعلمك ازاي تجيب الصوره العامه. بص يا جميل، الصوره المتجهه دي اللي هي ره، اللي هي سالب 2 و1 زائد كاف 4 سالب 3. الصوره المتجهه دي انا ممكن اجيب منها الصوره العامه. طب ازاي؟ اقول لك انا ازاي. بص يا سيدي، رقم 1 دي كده اسمها نقطه، هروح عامل صاد ناقص على س ناقص. تعلم بقى، احنا كده عايزين نجيب الصوره العامه. صاد ناقص على س ناقص، واخد النقطه دي كده اسمها نقطه. الصاد هنا بكام؟ بواحد. السين هنا بسالب 2 فتبقى سالب في سالب وراها موجب. حلو حلو. واروح مساويها بالميل. طب الميل ده هجيبه ازاي؟ الميل ده هجيبه عباره عن ده على ده، يعني كام على كام؟ سالب 3 على 4. ليه؟ عشان اللي لازق في كاف ده بيسمى يه، ويه ده اسمه متجه اتجاه. اسمه متجه اتجاه، ومتجه الاتجاه ده بيتكون من س وصاد. لو انا عايز اجيب الميل بتاعه بيساوي صاد على س، يعني سالب 3 على 4. حلو. طب وبعدين تعالى بقى اقول لك، يعني صلي على النبي. انا كده جبت دي، لو عملت مقص وفكيت المعادله دي انت كده جبت الصوره العامه. تعالى جرب كده. بص، 4 في صاد ب4 صاد، 4 في 1 ب4، سالب 3 في س بسالب 3 س، سالب 3 في 2 بسالب 6. طب وبعدين دخل دول كلهم جوه بعكس الاشاره، دخل دول كلهم جوه بعكس الايه؟ الاشاره. يبقى 3 س اهي، وادي الاربعه صاد اهي. خلي بالك دي سالب 4، دي سالب 6، لما تخش جوه تبقى موجب 6. فهجمع الرقمين دول مع بعض يدينا موجب 2، وبقى معايا المعادله في الصوره العامه. كده اقدر اشتغل بقانون طول العمود. يبقى شباب، هو مش لازم يديك المساله جاهزه، ممكن يديها لك زي دي ويقول لك خد الصوره المتجهه وانت عيش حياتك، هتحولها لصوره عامه وبعد كده تعوض في طول القانون. يلا القانون جاهز اهو. معامل س ومعامل ص 3 تربيع زائد 4 تربيع فوق قيمه مطلقه. بكتب المعادله اسمها 3 في س، بس لما باجي اعوض عن السين بعوض عن السين بتاعت النقطه، يبقى 3 في 5. 4 في ص يعني 4 في 3 زائد 2، واحسب الحسبه دي تحت 5 ادي 15 17 19 29 على 5. حلو. تعال ناخد كمان واحده. بص كده، بيقول لي اوجد بعد النقطه الف اللي هي 4 و2. قلت لك عشان اجيب بعد لازم يكون معايا نقطه ادي 4 و2 عن المستقيم. ايوه، اهم حاجه عندي المستقيم يبقى معايا ليه صوره عامه. بس هنا قال لي عن المستقيم المر بالنقطه 0 وسالب 2. السالب ده مكانه مش هنا اهو، 0 وسالب 2 وميله 5 على 6. اتفقنا اتفاق ان انا مش هينفع اشتغل بالقانون ولا احل بالقانون الا لو معايا الصوره العامه. طب انا معيش الصوره العامه، اتصرف ازاي؟ تعالى نجيب الصوره العامه. الصوره العامه ممكن اجيبها بدلاله النقطه والميل. لو انت خدت الدرس اللي فات لازم تفهم الدرس اللي فات الاول. ص ناقص على س ناقص، النقطه هنا كام؟ 0 وسالب 2، يعني السين 0 والصاد سالب 2 فتبقى سالب وراها سالب يعني موجب 2، وده كله بيساوي الميل 5 على 6. يا حبيبي فك دي، انت كده جبت الصوره الايه؟ العامه. طب افكها ازاي؟ اعمل مقص. يلا بينا. 5 في س ب5 س بتساوي، لان صفر خلاص، 6 في ص ب6 ص، 6 في 2 ب 12. ايه رايك لو دخلت الاثنين دول جوه بعكس الاشاره؟ يبقى 5 س ناقص 6 ص ناقص 12 بتساوي 0. وبكده اكون جبت الصوره العامه. اعوض في القانون بتاعي
لام تساوي لام يعني طول العمود. هكتب المعادلة وتحت هعمل جذر. معامل السين 5 تربيع، معامل الصاد 6 تربيع. سامعك يا اللي بتقول سالب 6، ما هو خد بالك السالب 6 دي كده كده هحط لها أس 2، والأس 2 كده كده هتشيل الإيه؟ السالب، فمش لازم يعني. فوق بقى 5 في س، بحط السين بتاعت النقطة اللي هي 5 في 4 ناقص 6 في صاد يعني 6 في 2 ناقص 12. ودي دي للآلة واطلع الناتج. الفكرة هنا يا شباب انك تجيب المعادلة في الصورة الايه؟ العامة. يلا بينا تاني. بص دي بقى، إذا كان طول العمود المرسوم من النقطة 1 وج إلى الخط المستقيم 4 س زائد 3 ص زائد 5 يساوي 3، اوجد قيمة ج. خلي بالك هنا العب معاك لعبة. إيه اللعبة؟ هنا أعطاك إيه؟ أعطاك الحل وعايز منك تجيب مجهول. يعني إيه؟ هو بيقول لك إذا كان البعد أصلا أو العمود ما بينهم طوله 3، يعني طول العمود 3، يعني أنا يا دوبك هاخد القانون وأساويه بكام؟ ب3. تعالى نعمل القانون ونشوف المسألة هتوصل بيا لفين. أهو لام بتساوي أول حاجة جذر، هنا 4 تربيع باخد معامل السي و3 تربيع. طب تعالى فوق بقى، تعالى فوق بقى واحدة واحدة كده. المعادلة 4 في س يعني 4 في 1 زائد 3 في ص يعني 3 في ج زائد 5. الليلة دي كلها ده البعد صح؟ أو البعد العمودي، أروح مساويه ب3. أنا بقى دوري من وسط الكلكعة دي كلها أجيب قيمة ج. تعالى بقى نشوفها واحدة واحدة كده مع بعض هنحلها إزاي. أول حاجة اللي تحت ده 5، اللي تحت ده 5 أهو، لأن جذر 25 يدينا 5. طب اللي فوق بقى تعالى 4 في 1 ب4 زائد 3 في ج ب3 ج زائد 5، كل ده بيساوي 3. ها بدأت تتظبط شوية. تعالى نكمل. ال3 دي على 1 وتعالى نعمل مقص بالمرة. ال4 وال5 يبقوا 9، يبقى قيمة مطلقة ل3 ج زائد 9 بتساوي 5 في 3 ب15. حلو ده. تعالى بقى ناخد المعادلة دي نحلها. القيمة المطلقة ل3 ج زائد 9 بتساوي 15. بص يا حبيبي، لما يبقى عندك مجهول جوه القيمة المطلقة وتيجي تفك المجهول ده أو تيجي تحل المسألة، لازم تاخد اللي جوه ده اللي هو 3 ج ده زائد 9 تساويه مرة بال15 ومرة بالسالب 15. طب ليه عملت كده؟ بص حتة سريعة كده على الماشي. القيمة المطلقة ل3 بكام يا شباب؟ ب3. طب القيمة المطلقة لسالب 3 بكام يا شباب؟ ب3. طب لما أقول لك أنا القيمة المطلقة لج ب3، يعني القيمة المطلقة كان في عدد هنا قيمته المطلقة ب3، أنت عندك إجابتين، واحدة 3 وواحدة سالب 3، فما بتبقاش عارف، فلازم لما تطلع ج تقول لي يا أستاذ والله الجيم دي يا ب3 يا بسالب 3. نفس الفكرة لما يبقى عندك قيمة مطلقة بتساوي عدد والقيمة المطلقة جواها رمز، لازم لما تيجي تطلعه من القيمة المطلقة تاخده مرتين، واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. حل معادلتك، طلع ال9 بعكس الإشارة يبقى 3 ج. 15 ناقص 9 يعني 3 ج ب6، اقسم على ال3 تطلع الج ب2 كده دي الأولى. يلا تعالى هنا طلع بعكس الإشارة يبقى 3 ج سالب 15 ناقص 9. حلو، يعني 3 ج سالب 24، اقسم على ال3 تطلع الج بسالب 8. وكده اكون جبت قيمة ج. يلا بينا كمان واحدة. بص اللي جاي، بص بقى السؤال ده. اوجد مساحة الدائرة التي مركزها م 2 و1 ويمسها المستقيم الذي معادلته 6 س زائد 8 ص ناقص 2 حيث باي بكذا. خد بالك بقى وركز معايا كده وتعالى شوف احنا هنعمل ايه. رقم 1 انا عندي دايرة، لا مش عايزين الدايرة دي، احنا نعمل دايرة احلى. بص يا عم يلا يا شباب، هنعمل دايرة وبيقول لي المستقيم ده مماس للدايرة. ماشي، الدايرة دي مركزها كام؟ 2 و1، والمستقيم ده معادلته كام؟ 6 س زائد 8 ص ناقص 2. ده كلام جميل قوي. هو عايز ايه؟ هو عايز مساحة الدايرة. طب شغل دماغك معايا كده. مساحة الدايرة أنا عارف قانونها، قانونها اسمه يا مستر باي في نق تربيع. حلو، الباي ب 3.14 من 100. فاضل مين المشكلة؟ نق.
طب وانا هجيب نق منين بقى؟ بص بقى يا سيدي، اولا النق دي هي المسافه بين المركز والدايره. يعني المسافه دي ايه ده؟ مش هي دي المسافه العموديه اللي احنا خدناها من شويه؟ يعني يا مستر تقدر تقول لي ان نق هيها لام اللي احنا كنا بنجيبها؟ هي مفيش اختلاف. يلا نجيب لام اللي هي نق ونعوض بيها نجيب المساحه. طب هنجيب لام ازاي؟ هنجيب لام يا حبيبي بالقانون اللي احنا اخدناه اهو، تحت جذر معامل س تربيع يعني 6 تربيع معامل ص تربيع يعني 8 تربيع. فوق هكتب المعادله 6 في 2 8 في 1 ناقص 2. تعالى نحسب. احنا كتبناش هنا، كتبناها ماشي، تعالى ننقلها هنا سهله خالص اهي. يلا تعالى يا باشا كده عشان نطلع الناتج على طول. ده باي باي. يلا يا باشا طلع الناتج. يطلع لك الناتج اللي تحت ده 10. طب اللي فوق 12 28 ناقص 2 18. تطلع 1.8. حسبت دي حسبت دي. تعالى يلا اللي تحت، ادي دي للآلة، يبقى انت كده جبت المساحة. صعب عليك يا بطل؟ الفكرة كلها هنا ان خد بالك النق هنا هو طول العمود، يعني النق هنا هو لام. يلا بينا اللي بعد كده. بيقول لي اثبت ان النقطتين دول تقعان على جانبي الخط وعلى بعدين متساويين منه. خد بالك من دي. صلى على النبي بقى. الفكرة دي فكرة حلوة قوي وفكرة جميلة جدا. هعملها ازاي؟ كل اللي هعمله هروح اجيب بعد النقطة دي عن الخط واجيب بعد النقطة دي عن الخط. بس خد بالك انا بقول لك من دلوقتي قبل ما نحل المسألة اهو، هتلاقي ان القيمتين طالعين قد بعض بس واحدة بالموجب واحدة بالسالب. عارفك يا اللي بتقول مفيش بعد بالسالب، انا بقول لك هتلاقي جوه القيمة المطلقة واحدة بالموجب واحدة بالسالب. فانا كده هثبت ان القيمتين دول على جانبين مختلفين. تعالى ناخدها واحدة واحدة. ادي القانون 6 في، هشتغل على النقطة دي الأول، 2 8 في 1 ناقص 2 تحت جذر س تربيع أو معامل س تربيع ومعامل ص تربيع. احسب دي كده، عايزين ناخدها واحدة واحدة. بص 6 تربيع 36 يبقى 100 جذرها 10. طب تعالى فوق بقى، 6 في 2 ب 12 8 في 1 ب 8 ناقص 2. تطلع دي قيمة مطلقة ل 18 على 10. سيبها كده. تعالى هات الثانية يلا اهو 6 في 1 زائد 8 في سالب 3 ناقص 2 على جذر معامل س تربيع زائد ص تربيع. بص يا جميل تحت 10. تعالى بقى فوق 6 في 1 ب 6 8 في سالب 3 بسالب 24 ناقص 2. لو حسبت اللي فوق دي يا حبيب قلبي هتلاقيها بتساوي سالب 18 دي زائد 2. المفروض دي تبقى زائد 2 سالب 18. لو حسبت الحسبة دي يا حبيب قلبي كده هيطلع لك القيمتين شبه بعض بالظبط، بس واحدة بالموجب واحدة بالايه؟ بالسالب. لما تشوف دي ودي يطلعوا رقمين شبه بعض بس واحدة موجب واحدة سالب، اعرف ان القيمتين دول بيقعان على نفس المسافة بس من جهتين مختلفتين. يلا بينا كمان واحدة. بص دي بيقول لي اثبت ان المستقيمان دول متوازيين واوجد البعد بينهما. ازاي اثبت ان المستقيمين متوازيين؟ ده شغل من الدرس الثاني. هات الميل بتاع الاولى، سهله. ميل الاولى سالب معامل س على معامل ص، تختصرها تطلع نص. هات ميل الثانيه سالب معامل س يعني 2 سالب 2 س على معامل ص، تطلع نص. ايه ده؟ م 1 بيساوي م 2، يبقى إذا لام 1 يوازي لام 2. دول كده مستقيمان متوازيان. طيب عايز بقى أجيب البعد بينهم. عايز أجيب البعد إيه؟ بينهم. أجيب البعد بينهم إزاي؟ بص يا سيدي، أنا معايا خط أهو، هاخد واحد فيهم مثلا وليكن التاني ده أكتبه هنا، وعايز أجيب أي نقطة
بتقع على الخط الاول اي نقطه. طب ودي اجيبها ازاي؟ قال لك بص، حط السين باي عدد، احط الصاد باي عدد، عوض باي نقطه تعجبك. يعني مثلا لو جيت هنا حطيت الصاد بصفر، تعرف تجيب سين؟ اعرف اجيب سين. طب ازاي؟ بص يا عم، صفر في اي حاجه بصفر تبقى س زائد 11 بتساوي صفر. طلع بعكس الاشاره يبقى س بسالب 11. بقى معايا نقطه هنا، النقطه دي بكام وكام؟ بسالب 11 وصفر. وبقى معايا خط مستقيم، اقدر عن طريق العلاقه دي اجيب البعد بين المستقيمين. حد عنده مشكله يا شباب؟ وبكده يكون خلص درس طول العمود المرسوم من نقطه لخط مستقيم. درس من الدروس السهله جدا، درس من الدروس اللي مفيش فيه مشاكل، درس من الدروس اللي بيجي عليه سؤال ولا سؤالين في الامتحان. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد.